إحرام الحج من الألبسة الفاخرة حتى نتمتع بلباس الأكفان للآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله سواء بين الضعفاء والجبابرة. فكل نفس ذائقة الموت في هذه الدنيا العابرة، سواء الحاضر منها والغابرة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الإيمان القلوب الكافرة وإلى الراحة النفوس الحائرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأعمال الباهرة، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الساهرة. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، الحج هو السفر في الدنيا الذي يذكرنا بالسفر من الدنيا. والحجاج يستعدون في هذه الأيام يتعلمون كيف يتجردون من كل مخيط ومحيط، كيف يلبسون لباس الإحرام الأبيض المكون فقط من رداءين، رداء لأعلى وإزار لأسفل. أتدرون لماذا يتجردون؟ لأن الحاج حينما يحج دون جدال ولا رفث ولا فسوق فإنه سيولد من جديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على أن ذلك الحاج المذنب المتجرد بالإحرام كأنه قد مات ليولد، مغفور الذنوب. وأول أعمال الحج التجرد للإحرام الذي يذكرنا بالتجرد للأكفان بالموت. والإكثار من تذكر الموت أمر مطلوب شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، أكثروا ذكر هادم اللذات، أي قاطع اللذات، يعني الموت. فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا ضاقت عليه الدنيا بمرض أو بفقر أو بظلم أو بأي شيء آخر، فإنه حين يتذكر الموت يقول: أنا في راحة، أنا في رحمة، وما زلت في نعمة. فالموت بكل ما فيه من آلام وسكرات أشد مما أعاني، فيرضى بحاله الذي هو عليه الآن. وأما عند السعة في وقت الرخاء، وقت الترفه، فربما سيترفع ويتكبر ويطغى عندما يرى كثرة أمواله وسعة أحواله، فإذا ما تذكر الموت ضيق عليه ذلك حتى لا يتحول إلى طاغية، لأن النفوس تطغى بكثرة الفلوس، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان
ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. عباد الله، كل شيء في هذه الدنيا نسبي إلا الموت. كل شيء في هذه الدنيا نسبي إلا الموت. نقول مثلا فلان مرض مرضا كثيرا أو متوسطا أو قليلا، ونقول هذا غني كثيرا أو متوسطا أو قليلا، فقير قليلا أو متوسطا أو كثيرا. وكذلك الصحة والعافية والقوة والتدين والعلم والعمل والفهم والوهم والجهل والنسيان والخطأ، الأخلاق، الأرزاق، فكل الناس فيها يكونون في مستويات بين القلة والتوسط والكثرة. تكون عندهم هذه الأشياء نسبية، لا يتفقون على مستوى واحد إلا الموت، فله مستوى واحد. لم نسمع مثلا بأن الإنسان يموت موتا قليلا أو موتا كثيرا أو موتا متوسطا. لأن الموت هو اليقين الذي يأتي حقيقة في مستوى واحد يستوي فيه جميع الأحياء، لا يتفاوت حسب تفاوت المستويات. لا يأتي موت الضعيف على شكل، وموت الفقير على شكل، وموت الغني على شكل، وموت المتجبر على شكل. الموت يأتي للناس كافة في مستوى واحد. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت يستوي فيه الكبير والصغير والقوي والضعيف والغني والفقير والمأمور والأمير، كلمة واحدة تجمع الجميع. نقول مات رحمه الله. فالموت يأتي بلا سابق إنذار، وقد يأتي بدون شيخوخة أو مرض أو أعداء. فكم من واحد يخرج من بيته معافى باحثا عن أسباب عيشه فلا يعود إليه إلا وهو مسجى في نعشه. وكم من واحد يضع لنفسه مشاريع مستقبلية واعدة، إذا بالموت فجأة يضع حدا لحياته فيجعله جثة هامدة. مات الأجنة في البطون، ومات الأطفال في الأحضان، ومات الشباب بين الأقران، ومات الكهول والشيوخ ومن بقي إلى أرض الأعمار. والقرآن الكريم دائما يذكرنا بالموت، فلنتدبر ما يذكرنا به القرآن الكريم. آيات تضرب في القلوب فيرتد أثرها على النفوس. كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأصابتهم مصيبة الموت، ورغم كثرة مصيبة الموت الذي نشاهده كل يوم، إلا أن كثيرا منا ما زال في غفلة
غفلة كأن الأمر لا يعنينا، نرى الموت يتخطف الناس من حولنا فلا نتعظ، ويفجعنا في أقرب الناس إلينا فلا نعتبر، ونتجرأ على الله بارتكاب المعاصي وأرواحنا بيده سبحانه وتعالى، وننسى أوامره، والموت يأتينا فجأة بأمره سبحانه. ألا إن موت غيرنا أمام أعيننا جرس الإنذار لنا، ألا إن موت غيرنا أمام أعيننا جرس الإنذار لنا، لننتبه من غفلتنا، لننتبه من تغافلنا العقيم، ولنستيقظ من سباتنا العميق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد شرع لنا الإسلام التعامل مع الميت بدءا من تلقينه كلمة التوحيد عند احتضاره مع خروج روحه، إلى إحضاره لغسله وتكفينه والصلاة عليه، إلى تشييع جنازته والحضور لدفنه، ثم بعد ذلك لزيارة قبره، وذلك كله من أجل العبرة. هذا كله من أجل العبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والعبرة هي إحساس يشعر به الإنسان في قلبه يدفعه إلى أمرين متلازمين، هما الإدراك والاستدراك. فالإدراك نفسي والاستدراك عملي. يقول تعالى فيهما: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإدراك النفسي أن يستشعر المسلم أنه سيأتي عليه يوم يحمل على الأكتاف، فيدرك قبل فوات الأوان ما فعل من الشر وعمل الشر، فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ويراجع حساباته، فيتجنب شرورا كان يرتكبها وذنوبا ما زال يمارسها. أما الاستدراك العملي وأن يغير المسلم ما بعمله من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، مصداقا لقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيستدرك ما فاته من عمل الخير وخير العمل. والعاقل من أخذ العبرة من غيره، والغافل من كان عبرة لغيره. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أميرنا وملكنا محمد السادس اللهم احفظه بما تحفظ به عبادك الصالحين،
اللهم وفقه لاتباع كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أرني الحق حقا وارزق اتباعه، وأرني الباطل باطلا وجنبه عواقبه يا رب العالمين. اللهم ارزق البطانة الصالح التي تعينك على مصالح بلاد العباد. اللهم